السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. بالنسبه للفيديو اليوم غنقدم لكم اقتراحات تنفعنا في فطور رمضان ولا في الايام العاديه، سهله ومتنوعه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. كاول طبق هو الطبق الرئيسي بالنسبه للفطور. درت الرز بفخيضات ديال الدجاج. ندير واحد الرز واحد الطريقه تيجي ساهل وتيجي لذيذ، اللي ذاقو تيعجبو. هذا بالنسبه للطبق الرئيسي. وغادي نشارك معكم الوصفه المعتمده عندي بالنسبه للخبز ديال الشعير. هذا هو الشكل ديالو، ما فيهش الفورص البيض نهائيا. هذا الخبز ديال الشعير كنت صدفه شاركته في القناه، وهو اكثر فيديو عندي مشاهده واغلبيتي طلب لي الوصفه. ودرت بريوات بالطون. غنوريكم الطريقه بالنسبه للمبتدئات اللي ما تعرفوش كيفاش يلويو البريوه على شكل مثلث. ونوريكم طريقه طيابتها في الفران، ما نحتاجو لا ندهنوها لا حتى شي حاجه. هذا هو الشكل ديال البريوه من الداخل. وكتحليه غادي نديرو هاد الفلون هذا بالدسر. الفلون تنزيد عليه واحد الاضافه تيجي كريمي. هذا هو الشكل ديالو. ونشارك معكم واحد البسبوسه بلا بيض وبلا حليب، تتجي حتى هي زوينه. هاد البسبوسه تنفعنا في الكوتيت العشيه ولا في الفطور. هذا هو الشكل ديالها من الداخل. ونبداو باول وصفه. نشارك معكم بالتدريج. اول وصفه غادي نبدا بها هو الخبز ضروري خصو يخمر. غنبداو به هو الاول، حيت الفران حنا عندنا بالتدريج نخدموا به. عندي هنايا الدقيق ديال الزرع، ها ما كتلاحظوا بالنخاله ديالو. وعندي الدقيق ديال الشعير. وعندي البلبوله الرقيقه البلديه. انا هادو خديتهم من الطاحونه. هذا هو الشكل ديال البلبوله، رقيقه رقيقه رقيقه، ماشي البلبوله الغليظه. غنحاول نوضح لكم في الفيديو بالنسبه اللي كنطلبوني على الوصفه ديال خبز الشعير. وبالنسبه للطحين ديال الشعير تيكون في الاول هذا هو الشكل ديالو، ولكن ملي تنغربلوه نحيدو منه واحد النخاله تكون غليظه. هذه هي النخاله انا حاولت نصور لكم باش ماشي تجيبوا طحين الشعير وتعجنوه مباشره، ضروري تغربلوه. هذه النخاله تتبقى قاصحه في الخبز. نضيف دابا باقي المكونات. ندير معلقه كبيره ديال خميره الخبز. تيبقى الخميره على حسب الجو، دابا الجو بارد لا درت معلقه كبيره. عندي الملح تيبقى على حسب الذوق. وغادي نضيف العسل، عسل طبيعي، حيت الخبز ديال الشعير اللي عارف تيديرو ما تيتحمرش، ضروري تيضيفوا ليه السكر ولا العسل. انايا بغيت نمشيو في الاطار اللي صحي، غادي نضيف ليه العسل، حيت الا ما ضفناش ليه لا العسل لا السكر غادي نديروه في الفران ما غاديش يتحمر. ما غاديش يتحمر كاع وغادي يكرم وما غاديش ويبان لينا باقي بيض. عندي الماء دافي باش نجمعو به العجينه. غنحاول ندير شويه الماء في الاول في داك العسل باش يذوبوا الملحه. ونخلط المكونات. بالنسبه اللي عنده العجانه غيضيف هاد المكونات كاملين في العجانه، وبقى مره يضيف الماء. انا غادا نعجنها بيدي. غنوريكم الطريقه باش تعجن. هو الخبز ديال الشعير صعيب شويه في العجينه حيت ما فيهش الفورس. هو ما غاديش يبغي يتجمع في الاول نهائيا، يبان لكم باقي ما تيتجمعش وما يخليكم صعيب باش تلكوه. ولكن حنا نبقاو نرشوا الماء بشويه بشويه تنحصلوا على واحد العجينه رطبه. والعجينه خصها تكون مرخوفه حيت الطحين ديال الشعير تيشرب، يعني ما يمكنش نخليو العجينه قاصحه. انا بالنسبه للمبتدئات نعرف تبارك الله كلشي تيعرف يعجن، ولكن بالنسبه للمبتدئات اللي كانوا على الخبز ديال الشعير انا تنوريكم الطريقه كيفاش ندير. تنبقى ندلك ونرش شويه الماء ونعاود نرجع ندلك تنحصل على واحد العجينه تتكون رطبه. في الاول تيكون كما ذكرت تيكون صعيب اننا نجمعوها، ولكن نبقاو نرشوا الماء. هذيك البلبوله حتى هي اللي ضفنا تزيد ترطاب، ما تبقاش باينه نهائيا في الخبز. هذه هي الطريقه كما سبق ما وضحت. هذيك الكميات الماء اللي عندي غادي نوريكم القياس بالضبط اللي بقى ليا. انا ما غاديش نصور الفيديو كامل كيفاش الطريقه العجين، تنوريكم غير لقطات، ولكن راني مرات نرش هكايا العجينه وتنحاول ندلكها. حيت الخبز ما فيش، حيت العجينه ما فيهاش الفورس. اللي بغى يضيف الفورس يضيف الفورس، راه ديروا العجينه العاديه. العجينه هي كما مرخوفه. انا كيوريتكم هذا هو قياس الماء اللي بقى ليا. ونخليها دابا تخمر. نديرها في واحد البول واحد اخر ورش شويه الزيت باش ما تلصقش ليا العجينه ونخليها تخمر. نتمنى نكون وضحت بعض النقاط بالنسبه للخبز للمبتدئات. نعاود ناكد عليها. نغطيه بابي المطير ونخليه يرتاح. بالنسبه للمراحل، انا اول حاجه بديت فيها ملي دخلت للكوزينه هي الخبز. ديما تنبداو الحاجه اللي خصها تخمر. واصلا انا الفران عندي ندير فيه بزاف الوصفات، يعني خصني نمشي بالتدريج. غادا نغطيه ونخليه يخمر. واول حاجه غادا نبدا بها مول الخبز هي البسبوسه.
بالنسبه للبسبوسه غادي ناخذ هذا المول الدجاج عندي. اول حاجه قبل ما نبداو في المكونات غادي نرشو نوجدوا المول هو الاول. يتعارف البسبوسه دا غادي تتشرب، ما يمكنش لينا نوجدوا عاد نبقاو نوجدوا نحضروا عاد نوجدوا في المول. ندهنوا بالزيت ورش عليه السميده الرقيقه الخاصه بالحرشه. واحد الاضافه اللي تنديرها انا في اي مول في اي كيك تنبغي ملي ترش بالزيت ندير الكوك ديما عندي واحد القرعه في الثلاجه انا كيما ضفتو تيعطي واحد اللذه زوينه بالنسبه للكيك ولا البسبوسه. بالنسبه للمقادير ديال هاد البسبوسه عندنا 4 الكيسان نديرو السميده الرقيقه يعني نص كيلو. كل كاس توزن 125 غرام السميده الرقيقه كما تلاحظوا. انا نعبر لكم قلت لكم القياس بالكاس وبالنسبه اللي بغى الغرام. وعندي كاس سنيده. هاد السميده كل ما كانت صفرا تكون تجينا نتيجه زوينه. عندي كاس ديال السكر، عندي كاس الزيت. المقادير باينه وسهله وتعقلوا عليها مباشره مول الفيديو. كاس الزيت ونخلطهم. تخلط الزيت والسنيده والسميده. وبالنسبه للنكهه انا غادي ندير الحامض. انا تعجبني نكهه الحامض. اللي ما تعجبوش الحامض غادي يدير الليمون، قشره الليمون. انا نوريكم ان نحكي القشره الفوقانيه ما نوصلوش القشره البيضاء باش ما نعطيناش المرور في البسبوسه ديالنا. بالنسبه لي ما تيبغيش الحامض ولا الليمون يكتفي بالفاني فقط. مثلا الحامض تجي زوينه. عندي 2 خمارات، كل خماره فيها 8 غرام، المجموع 16 غرام. والمكون الاساسي اللي استغنينا عنه على البيض ولا الحليب هو اللبن. بالنسبه اللي تيبغي عندي واحد القبصه الملح نسيت ما ذكرتهاش معكم من الاول عاد ضفتها دابا. كما اللبن بالنسبه للبن غادي نضيفو دابا. اللي بغى يدير اللبن العبار انا مثلا ناخذش اللبن العبار نهائيا ديما الكرتونه تيكون معقم ونضيفو تيكون خاطر. ضفت نصيطو ديال اللبن تقريبا. هاد العلبه دي ما فيهاش نسطرو كامل. المهم ضفت هاد العلبه كامله انا. هذا هو القوام ديال الخليط كيفاش تيكون خفيف في الاول ولكن غير شويه غادي يبدا يتقال. غنوريكم القوام بالضبط كيفاش يعني المقادير مضبوطه. من بعد ما خلطت المكونات كامله هاد الحامضه اللي كنت حكيتها غادي نعصر على العصير ديالها ونضيفو. بالنسبه لي ما دارش الحامض وما تيبغيش الحامض فهاد المرحله هذه ضيف معلقه الخل. الا درتو الفاني الا درتو الليمون عصروا هذيك الليمونه اللي حكيتوها ضيفوها حتى هي في الاخر باش يخفف لينا الخليط شويه. وتيتفاعل الحامض ولا الخل ولا الليمون مع هذيك الخماره وتجي البسبوسه مهويه من الداخل. انا ملي بديت نوجد المول ديال الكيك راني درت الفران تيكون سخون. دائما معروف على البسبوسه تبغي الفران يكون سخون ما تدخلوش الفران يكون بارد. حيت لا دخلنا على الفران بارد ما حدنا حنايا ما حتى هي تيدخل الفران وتزيد تشرب تجي ناشفه ما غاديش تجي زوينه نهائيا. هذا هو القوام ديال الخليط ديال البسبوسه. ها هو نفرغه في المول كما تلاحظوا وندخلها الفران ساهله وتجي زوينه ومختلفه. انا كنسبق ليا في القناه درت واحد البسبوسه بالليمون تجي حتى هي زوينه. غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف اللي بغى يديرها. هي المعتمده عندي دائما هي فيها البيض ولكن هذه ما فيهاش البيض مختلفه حتى هي تجي زوينه. من بعد ما فرغت الخليط نحاول هكا باش يجي السطح مستوي وندخلها الفران. دابا وجدنا الخبز خليناه تيخمر. درنا البسبوسه ندخلها الفران. ندوزو للطبق الرئيسي هو الفخيطات ديال الدجاج. الفخيطات من بعد ما غسلتهم بالحامض مزيان والملح وشويه سكينجبير وفلحتهم هكا باش تخلو مع طريه. بالنسبه للتوابل عندنا الخرقوم والتحميره وسكينجبير والبزار. ما نديرش غير الكمون وشويه القزبر حبوبه نديرو. ما نديرش غير الكمون. عندي واحد العصير ديال الحامضه وجوج فصوص ديال الثومه والموطارد واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد. انا دائما تنخاف من الملحه ما عرفتش علاش ديما عندي فوبيا من الملح تنخاف من الملح اي وصفه. المهم ملي ديروا الموطارد ديروا واحد شويه الملح ما تكثروش الملح. عندي هاد المعلقه الموطارد والثومه. ضروري الدجاج خصو الثومه. اللي بغى يضيف اليازير بغى يضيف الزعتر. انا ما نبغي نضيف حتى شي حاجه بغيت نحتفظ بالنكهه ديال الموطارد صافي ما غاديش نضيف شي نكهه اخرى. ملي نضيفو بزاف النكهات ما تيبقاش باين لينا النكهه ديال الدجاج. ونضيف هاد العصير ديال الحامضه. الحامض تيتواتى بزاف مع الدجاج. ما نضيف لا ما لا والو فقط غادي نخلط المكونات. هي هاد العطريه اللي درت صافي. العطريه ما فيهاش الكمون وما نديرش انا القزبر ولادي ما تيبغيوش القزبر هكا خضر. غنضيفو في التزيين في الاخر. درت القزبر حبوب
حنا المقادير كلها نص معلقه نص معلقه، غير سكينجبير اللي غادي نديرو معلقه والتحميره، لان ضروري الدجاج يبغي سكينجبير. وغنضيف الفخيطات ديال الدجاج. انا دابا درت تمور ما درت البسبوسه، حيت تقريبا الدجاجه في الفران ياخذ ليا شي ساعه ونص. خصهم يتقدوا باش يجيو مشرملين ويجيو لذاذ. ما غاديش ندخلهم الفران نديرو لهم العطريه وندخلهم مباشره، لا ضروري خصهم يقعدوا يشربوا هكا شويه د العطريه ويجيو بنان. بالنسبه لي ما بغاش يديرهم في الفران يديرهم في الكوكوط. الكوكوط على عافيه مهيله، ونضيفو واحد نص كاس الماء ونخليهم يطيبوا. انا من بعد ما شرملتهم غنخليهم يقعدوا شويه، ومن بعد ما نخرج البسبوسه من الفران، ملي نخرج البسبوسه من الفران ندخلهم هذاك الساعه باش يخليو لي الوقت فين نطيب الخبز، حيت باقي خصني نطيب فيه الخبز وباقي تابعني نطيب البريوات حتى همايا. يعني خصني داكشي يمشي بالتدريج باش نكون فيما نخوي الفران ندخل الوصفه. واصلا هاد الفخيطات انا نبغيهم يبقاو سخانين بالنسبه للتقديم. دابا من بعد الوقيته اللي كنا نديرو البسبوسه ونشرملو الدجاج، الخبز راه خمر دابا. غنشوفوا شوفوا الشكل ديال الخبز ضاعف الكميه ديالو، خليه شويه حدايا فوق البوطاجي. بعد المرات الا كان الحال بارد بزاف نسخن الفران وتنطفي عليه وتنخشي نخشي هذا البول يكون ديال الزاج ولا ديال اينوكس كيما هذا عندي. ما نخشيوش شي بول ديال البلاستيك في الفران. بالنسبه عندي البلبوله الرقيقه اللي كنطفت في الاول في العجينه، هي اللي غادا نكرس بها، وعندي الماء. يعني بالنسبه للمبتدئات ما غاداش نفرق نديرو يديا في الماء حيت العجينه خفيفه، وندير منها كويرات ونكورهم باستعانه هكا بالبلبوله. يعني نتوما كما تشوفوا ما نديروش الزيت، وهذا الماء هو تيخلينا الخبيزات تيجيو محمرين. طريقه بالنسبه لهذا المقدار هذا اللي درت انايا كميه ديال الدقيق التشعير والزرع، خرج لي 3 خبيزات صغار. اصلا الخبز التشعير خصو ديرو حدو في قدو حيت ينشف، ما تيبغيش يبات لاغد ليه، يعني تيبغي يتكال هذاك النهار. عكس الا كان الخبز فيه الفورس ولا فيه سبيسيال ولا فيه الزرع يمكن لي يخليه يبات. انا لا درت كميه صغيره باش ناكلو اتكال هي في هذاك اللحظه. هادو هما الكميه اللي خرجت لي كما ذكرت لكم في بدايه الفيديو. ونقرصو طريقه معروفه، يعني ندير لهم هكا ومني غادا نقرصهم نحاول ندير واحد شميده سميده ونسرح كما هكا باش ما يبقوش ليا لاطراس ديال صبعي. كما انا اصلا نبقى ناكد هذه النقاط هي بالنسبه للمبتدئات، لانني النهار الاول اللي حطيت الفيديو ما كنتش متوقعه غادي يجيني بزاف تساؤلات على حطينا كيفاش صايبتي حطينا كيفاش صايبتي عليها. دابا تنحاول ناكدو ضروري غادا ندير فيديو خاص فيديو خاص بالخبز بالنسبه للناس اللي طلبوني على الخبز بوحدو باش ما يجيهمش الفيديو طويل. انا درته في واحد الطاوه عندي، من بعد ما فرشت ليها منديل انا نوريها معكم. نتمنى يعجبكم اقتراحات اليوم، هما ساهلين وبساط. خصنا غير نعرفوا نتسلسلوا في الاخر، ما تياخذش لينا هادشي وقت بزاف. نوريكم الخبز من بعد ما كرستو في الطاوه ونغطيه ونخليه يخمر تيضاعف الحجم ديالو وغادي ندخلو هذاك الساعه الفران. المهم انا ملي نبغي ندخلو الفران غادي نوريكم الشكل، يعني راه هو خمر. الوقت اللي غادا نخرجوا البسبوسه حتى هي من الفران الا كان خمر غادا يدخلوا خمر ولا ندخل هذاك الساعه الدجاج. المهم انا كما قلت لكم غادا داكشي متسلسل. الوقت اللي خوا الفران غادي ندير حاجات اخرين. دابا نرجعوا للبسبوسه من بعد ما خرجتها من الفران ملي طابت. هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه لدابا نحط اختياري اننا نسقيو بالعصير الحامض اللي درنا اصلا الحامض في الوصفه. درت انا السكر مع الحامض تيكون مجهد، درت واحد شويه السنيده وما غادا نسخنو ما والو لان البسبوسه سخونه خص العصير يكون بارد. عكس لا بردات لينا البسبوسه نسخنو. دابا نغلي شي شويه داك الساعه الحامض ونديرو فوق منها باش تشرب. ضروري البسبوسه نسقيوها حيت ما تتجي ناشفه. اللي بغى يدير الكونفيتور فقط يكتفي بالكونفيتور، اللي بغى يدير الليمون يعصر الليمون الا كان اصلا دافع الليمون يعصرو ويدير الكوك ولا تزين. دائما تيبقى اختيار يديروا الكوك ولا كاكاو كونكاسي ولا لوز كونكاسي. المهم ديما المتوفر، ولكن مذاقه الكوك تيجي متوازن مع مذاقه الحامض والسميده. من بعد ما خمر الخبز انا دابا تنقطع في الفيديو راه ما تنصوروش بالتفصيل. الوقت اللي خمر الخبز انا نوريكم الشكل ديالو. غندخلو دابا الفران يطيب. ملي خرجت البسبوسه ندخل الخبز يطيب. وريتكم الشكل انه ضاعف الحجم ديالو. دابا ندوزو للتحليه. عندي واحد الكميه من السكر درت انايا هاد المربعات ما كانش بقات لي السنيده هنايا. درت الفلون ديال البنان. الفلون البنان تيجي لذيذ احسن من الفاني. درت انا هاد الكميه ديال الفلون.
الفلون دائما ملي يبغي الواحد يدير ما غاديش يدير الفلون مباشره، غير الحليب والسكر الحليب والسكر والفلون ضروري نزيدو ليه نكهات، نزيدو ليه كريم باتيسير كيما زدت انا. ما نديروش النشا تيجي ما تيجيش زوين كاع في التحليه، تيجي المذاق ديال الطحين باين ديما اي تحليه بغيتو ديروا لها الكريم باتيسير. درت 2 معالق ونضيف الحليب ما غاديش ندير يطرو كامل الحليب، غادي ندير تقريبا يطرو الا ربع، نخلي واحد الكميه ونحركهم ونديرو يغلى ونرجع معكم من بعد ما يغلى لينا مع التحريك، بحيث لما بقيناش نحركو غادي يلصق لينا هذاك الكريم باتيسير لتحت وغادي يتحرق. انا نحطو فوق البوطه وانا تنوجد معايا الحشوه ديال البريوات وتنحرك في نفس الوقت. وكما سبق لي ذكرت تنبقاو غادي متسلسلين. مثلا البريوات انا نبغيهم يبقاو سخانين نخليهم من الاخرين، هما اللي غادي نحضرهم من الاخرين. التحليه غادي نبغيها تبرد، غادي نحضرها هي الاولى، نخليها تبرد حدايا في سطح العمل لانني ما ندخلهاش للثلاجه، غنخليها تبرد. كنت حليت دانون وشفت هاد جرب حظك مره اخرى بقيت نضحك. ضفت دابا دانون من بعد ما غلا ليا خليط ديال كريم باتيسير والحليب والفلون، غلا نضيف دانون مباشره. ملي تنضيفو دانون تنحسو بالخليط تقال شي شويه. هاد الاضافه ديال دانون تعطي واحد النكهه زوينه وتخلي الخليط كريمي ومختلف. كما سبق لي ذكرت ما نديروش الفلون بوحدو، درت الفلون ديال الفاني وديروا الفلون ديال البنات ونفرغهم في هاد الكؤوس اللي عندي ونخليهم يبردوا. ندوزو دابا نوجدو الطبق الرئيسي اللي قلت لكم من بعد ما شرملت هذيك الفخوضه الدجاج ودخلتهم للفران. دابا نوجد الروز. الطريقه اللي تندير انا تجي زوينه وسهله. عندي واحد نص بصله مقطعها شرائح رقيقه، غادي نشحرها بشويه الزيت. صدقوني اننا غير هذيك البصله اللي تنشدوها وتنشحروها تشحروا تحسوا بك بحال تحرقات شي شويه، تعطي واحد اللذه زوينه لاي حاجه. يعني بغيتو تنصبوا طاجين ولا بغيتو ديروا اي وصفه، شدوا البصله شحروها مزيان والله الا تتجي زوينه على اننا درناها ما حمرناهاش وكملنا بها الوصفه. درت انايا كما سبق لي درت واحد نص بصله غير شرائح هكا لانها غادا تذوب والروز غادي يطيب، راه البصله هي غادا طيب معاه. درت مع واحد الكميه ديال الزيت باش نشحر فيها هذيك البصله. غنبقى نحرك فيها تتبان ليا بحال غادا تحرق ولكن هي ما تحرقاتش، بحال هكا تحمرات. غنضيف الروز ديما تيبقى على حسب عدد الاشخاص. انا نضيف واحد الكاس كبير تقريبا 250 غرام ديال الروز. ودائما القاعده الاساسيه اننا تنديرو كاس الروز مع 2 كيسان الماء، ولكن انا واخا تندير كاس الروز مع 2 كيسان الماء تنحس بالروز باقي قاصح شويه. ديما تندير كاس الروز مع 2 كيسان ونص الماء. انا نضيف دابا الكاس الاول ونضيف الكاس الثاني ونص كاس الثالث. بالنسبه للتوابل ديال اللي غادا ندير في الروز، كاين شويه الملحه. نضيفوا الملحه حنا ما عندناش تخافوا منها. دابا الروز تيبغي شويه الملحه والخرقوم والسكينجبير، شويه البصل وورقه سيدنا موسى. ورقه سيدنا موسى تعطي واحد الاضافه زوينه للرز. وضفت واحد المطيشه مقطعه طريفات ما بانتش انايا في الفيديو ولكن انني ضفتها. ونحركو بالنسبه لهذا الروز يبغي العافيه مهيله. انا شوني دابا ضفت الماء بارد ولكن مع ذلك غادا نسد الكوكوط وغادا نخليه على عافيه مهيله تقريبا 10 دقائق تيطيب. لو باش نعرفوه طاب اننا غادا نحركو الكوكوط نلقاوه تقال، يعني ما تيبان لينا لا مالات حتى شي حاجه. غنعرفو داك الساعه طاب ونطفيوه عليه وما نحلوش عليه حتى نبقيو نقدمو عاد نحلو عليه. يعني ما يمكنش لك الروز تجهدي عليه البوطه تقولي باش دا غيطيب وغادي يجي زوين، غادي يتحرق لك من التحت وما غاديش يطيب من الفوق نهائيا. حنا غادا نقصوا عليه العافيه مهيله. انا نوري لكم واحد اللقطه انني ناقصه العافيه مهيله ومخليها تيطيب على خاطر. دابا لقيت وجدت الحشوه. بالنسبه للحشوه ما صورتهاش لانني سبق لي صورتها في المسمن اللي درت بالدجاج. شديت البصله شحرتها، ضفت عليها الخيزو، ضفت عليها الكورجيت، ضفت عليها الزيتون، ضفت الشعريه الصينيه وضفت الطون. هذيك الوصفه كندير الدجاج دابا درت الطون نحاول نفرتو وندخلوه في المكونات كامله. ونبغي الملحه نديرو غير القياس لاننا الطون مالح الزيتون مالح. صافي الورقه بسطيله عندي رابعه. انا ديما تنجيب غير رابعه الورقه تسقدني.
هاد الورقه صراحه ما صدقاش زوينه، صدق ليا هذاك الجناب ديالها كارمين بزاف. غادا نحاول نقص منهم، موالفه بعض المرات مزيانه تنحيدهم. غنحاول دابا نحيدهم باش ملي نبغي نطويها تبغي تلف معايا. وواحد الحاجه اخرى بالنسبه للعطريه اللي درت في هاد الحشوه هادي، هذيك المره كنت درت العطريه ديال الشاورما، دابا ما نديرهاش لان انا ما كاين لا دجاج لا والو. الطون تيبغي شويه د الكمون. ديك المره ما درناش الكمون، دابا نديرو شويه الكمون مع العطريه. وانا ما تنديرش الخرطوم، ديما تنذكرها. بالنسبه للطريقه ديال طي البريوات، قسمت الورقه على جوج كما تلاحظوا، والجهه الحرشه هي اللي تنديروها لداخل، والجهه اللي تكون رطبه هي اللي تكون على برا. نحاولوا نلفوا نطويوها. صراحه الطريقه موضحه في التصوير، ولكن انا نبقى نهضر مرة تنحاولوا نحطوا كل جزء على الطرف الثاني. واخا صراحه نبغي نشرح ما غاديش المهم راه التصوير عاطي حقو، تجي الطريقه سهله. بالنسبه لهاد البريوات هادو ديال الطون، خصوصا ديال الطون، تنديروهم في الطاوه، ما تندهنوها ما حتى شي حاجه. الطاوه تخليوها ناشفه، الورقه حتى هي ما تندهنوها ما والو، تندخلوها الفران تجي مكرمله وزوينه كما شفتوا في بدايه الفيديو. لان الطون اصلا ميد، لا لزنا ليه دهناه بالزبده ولا دهنا الطاوه تجينا البريوه ميدمه بزاف، ما غاديش تجي زوينه. انا ما تندهنش البريوه عموما، ما تندهنش خصوصا ديال الطون، ما تندهنش نهائيا. انا خليكم مع الطريقه كيفاش نطوي البريوه، ورجع معكم ملي نبغي نكملوا باقي الوصفات. ملاحظه ما ذكرتهاش بالنسبه للبريوه، مثلا نطويوها انا ما تندير لها لا طحين لا والو، تنبقى غير نلويها. لا شاط ليا شي طريف في بالي زايد الورقه تنقطعو بالمقص، وديما هذاك الجهه اللي تكون الورقه مطويه فيها هي اللي تنديرو من التحت في الطاوه. ما تنديرش انا لا الطحين نهائيا. انا صراحه الفيديو موضح. ودابا الوقيته اللي كنت دخلت انا الدجاج كان تيطيب الفوق، دخلت البريوات طيب لتحت. البريوات نطيبوها غير لتحت، العافيه من الفوق. يعني انا عندي فرن الغاز عادي، تندير البريوه لتحت والعافيه على من الفوق، والعافيه تكون مهيله باش ما تتحرقش، تجي محمره وزوينه. ومنين تحمر من الفوق نقلبها على الوجه الثاني وتحمر ونجبدها.
هذه ملاحظه اكثر. رجعوا دابا من بعد ما دخلنا البريوه دخلنا الفران، التحليه رجعوا لها. عندي الديسير، اي ديسير متوفر عندكم. انا مع التصوير ما بغيتش ندير البنان والتفاح، انا ما غاديش نكمل الفيديو تيكحل ليا من فوق الديسير، ما نبغيش ندير في الحامض مع الحامض، ما غاديش تجي نكهه زوينه ديالو مع الفلون البنان. ديروا الديسير، اي ديسير عندكم اكتفوا. باقا يمكن لكم تخليو الفلون هكا، انا بعض المرات نخلي الفلون هكا. يمكن لكم تزينوه بالصوص كراميل، ديروا ليه الفريز، تزين فقط تقطعوا الفريز وديروه من الفوق. يمكن لكم تزيدوا طبقه ثانيه ديال الفلون الا بغيتو تزيدوها من بعد ما تيكون جمد. انا ما غادي نضيف الفواكه كما تلاحظوا تيكون داك الفلون جمد. انا خليته حدايا فوق البوطاجيو وداغي جمد. غنضيف هاد الفواكه كاملين اللي عندي كما تلاحظوا. هذا هو الشكل ديال البريوات من بعد ما خرجتهم من الفران. شوفوا كيفاش تيجيو، اللون ديالهم محمر وتيجيو مقرمشين، مع اننا ما ضفنا ليهم لا زيت ما دهناهم ما حتى شي حاجه. يكفي ان الفران تيكون سخون وتنقصوا عليهم العافيه مهيله وتيجيو هكا الشكل ديالهم. تيجي الحشوه ديال الطون حتى هي زوينه. ونوريكم الشكل ديال الخبز من بعد ما خرجته من الفران. هذا هو الشكل ديال الخبز ديال الشعير ديالنا، تيجي لذيذ. صدقوني ملي كان تيطيب والله الا الدار كامله فيها ريحه الشعير في الدار. تيجي لذيذ هذا الخبز، ينفع حتى في الفطور العادي مع شويه الجبن وشويه العسل وشويه زيت البلديه، تيجي لذيذ. الخبز طبيعي ما غاديش يجي غلي، ما غاديش يجي يعني حيت ما فيهش الفورس، ما غاديش يجي الحجم ديالو، ما غاديش يتنفخ لينا في الفران. كما قرصنا تيزاد واحد شويه فقط. انا حاولت نوريه لكم كي دار من الداخل وغنحاول نستوى. دابا وصلنا للتقييم من بعد ما وجدنا الوصفات كاملين بالتسلسل كما ذكرت معكم وانا كما صورت كما خدمت. غير انا بديت شويه بكري باش يقدني الوقت مع التصوير. غنوريكم الشكل ديال البسبوسه كيفاش تجي من الداخل. خليتها حتى بردت عاد نقطعتها، ما تقطعوهاش سخونه غادا تفرتت معكم، تجي لذيذه بزاف. وشنو باقي لينا دابا؟ باقي لينا الدجاج، غنخليه هو الاخر في التقديم مع الروز. هذا هو الشكل ديال الدجاج. الروز من بعد ما طاب هذا هو الشكل ديالو كيفاش تيجيو. الفخيضات حتى هما تيجيو محمرين. هذا هو الاقتراحات اللي قدمت لكم اليوم. نتمنى يعجبكم وما كنش طولت عليكم في الشرح. انا في لقطات مثلا باش نهضر باش ما نجيش الفيديو فيه الهضره بزاف، ولكن انا دائما تنقول تنبغي نشرح من قلبي للمبتدئات. كما انا تنبغي الوصفه، يعني نجرب اي وصفه وتنجح معايا. نبغي حتى اي واحد دخل القناه يبغى يجرب شي وصفه انا معتمده عندي وتنديرها بزاف وتنجحني ناجحه معايا بالنسبه لعائلتي ولا بالنسبه للضياف اللي تيجيو. تكون هكا شي وصفات عندك متميزين، يعني غادا ديرهم بعينك مغمضين وغادي ينجحوا معك. وصلنا لنهايه الفيديو. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.